رايحين حق شركة ماج 1. أنا توني أدري إنهم فتحوا فرع جديد بالأحمدي، ما دريت عنهم والله. قال لي واحد من ربع ترى في فرع موجود بالأحمدي، وصف لي إياه هني. هذا هو ماج 1، هذا هو شايفينه. بسم الله. ايوه وصلنا إلى شركة ماج 1. شنو هذا؟ ما ترى ناصر؟ لا. هذا موترنا. الحين بيجيك لي على زيت البكيك، نشوف هل هو يحتاج له تبديل ولا لا. هذا هو، هل يحتاج تبديل ولا ما يحتاج؟ طبعا طريقة تغيير الزيت نشوفه بالضغط الهواء، لأن مكانه ضيق ما قدرت أنزل وياه أشوف. اوكي. Yeah, it is good. طبعا شباب اهل السبورتات اللي يخاف انه يروح الشويخ شارع اللغمات، لان تعرف هناك في حركة ودوريات، وعلى سيارتك بعض ما يكون، وخايف انه يعني يسحبون السيارة او تتخالف او شيء، تعال منطقة الأحمدي، صناعية الأحمدي. هناك الساير، معرض الساير للسيارات، مو السيرفس، السيرفس هناك آخر شيء. معرض الساير، خله بظهرك وتعال سيده ماج 1. تبدل زيت، تشيك على زيت الباكيكس وتزيده وتحط معالج، واسعارهم زينه وتنافسيه. وتشيك لي على زيت البريك، لقاه ناقص شيء بسيط وزاد، قال ما ابي منك شيء، دامك اشتغلت عندي ما ابي منك شيء. طبعا زيت الباكيكس حطينا له معالج 1 لتر ب 14 دينار. عندهم جهاز للغير اتوقع. هذا جهاز شنو برضه؟ هذا جهاز بدل ماي راديتر. ماي راديتر، ها؟ مو غير هذا، ها؟ مو غير. في عندك تبديل زيت غير؟ ايه، غير عادي اوتوماتيك. اوتوماتيك. اوتوماتيك مدلوك. بدل جهاز بعد؟ ايه. وين؟ من تعطيه رقم التليفون يبين عنده المعلومات كاملة هنا، ويحط لك ستيكر على الباب، متى بتبدل، متى تسوي، متى، يعطيك البيانات كلها كاملة. شو اللي سويناه؟ لتر، عبينا زيت الباكيكس لتر ومع معالج، وزدنا زيت البريك، وكل امورها طيبة يعني. قال لي بس قال لي ناقص شيء بسيط، وهذا حسابه 14 ونص. الحين وصلنا محل زينة، عندي مفتاح السيارة، البطارية لازم تتبدل مع المدير الكبير. الله يسعدك يا حبيبي. الله يسلمك. بطاريتين زي ما قلت لك. بطاريتين. طلعنا جربنا المفتاح على الباتري الجديد، شغال والله. هذا شغال يبي يطلع شوي.
شوي بس خليني احاسب الرجال واطلع لك. خلصنا وركبنا البطارية. طلعت بطاريتين مو بطارية يا رب، بطاريتين فوق بعض. هو قال لي قبل لا يفتح المفتاح، قال ترى في بعض المفاتيح يصيرون بطاريتين وفي بعضهم لا يصير بطارية واحدة. فموترك اي نوع؟ قلت له والله ما ادري، افتح لي هذا وشوف. المهم خلصنا الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم كل خير. حاليا الساعة 12:07 يوم الجمعة، درجة الحرارة 16، الأمور طيبة. تاريخ 22/11. حياكم الله يا شباب من كل مكان. شغلنا السيارة، وضبنا أمورنا الحمد لله. أغراضي القهوة والشاي، مطاطير، أموري طيبة الحمد لله. شغلنا السيارة، كانت طافية صار لها يومين ومغبرة. شغلنا السيارة والأمور طيبة. حاليا تشيك على ماي روديتر. ماي روديتر شوف عينكم الأمور طيبة الحمد لله. ضغط ما فيه، الهوز أموره طيبة. أمور السيارة الحمد لله فوق الممتازة، ما في علامات بالسيارة. تشيكت على التواير يبين إذا نازل ولا أموره طيبة الحمد لله. أمورهم طيبة. هذا الاثنين اللي هني امورهم طيبه. الجمعه ان شاء الله اللي هو اليوم بعد الفلوق الاخير، بعد ما بدلت دهن الباكيكس والامور هذه، الامور طيبه. الحين ننطلق، الجو يكون هادي، هدوء. ايوه شوف شنو اللي طايح هني. هذا يا الربع كارثه. هذا هو. طبعا خذيت جوازي وياي. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. مثل ما انتم شايفين الشارع فاضي. هذه الحدود الكويتية ان شاء الله، ان شاء الله ما يكون زحمة. هذا اللي اتمناه. ما حد يخليني اطلع هالحزة او الوقت المتأخر الا الزحمة. انا اكره شيء عندي بحياتي الزحمة. ما تشوفني احب امسك خطوط، احس براحه نفسيه. ما حد مضايقه، قاعد تمشي على راحتك. ان شاء الله نخلص من الحدود ان شاء الله ونتواصل. والله الربع زحمه، اللي دارشين الكويت زحمه حيل. ظاهر اجازه عند السعوديه، ظاهر اتوقع. والله ها شوف، حتى من طالع من الكويت في بعد، بس مو كثر اللي هني اللي على اليسار، طوابير هني. خلصنا من الحدود. والله كانت زحمة الربع، حيل زحمة. ليش؟ صايدين اللي يهربون سجاير. والله الجو بارد يا الربع، بارد. حاليا واقف هني اخذ لي قهوة. هذه القهوة يا الربع، اخذ لي قهوة بمزمز. الساعة الحين 4:30. ما صورت ولا شيء من طلعت من الكويت، بس الجو بارد يا الربع. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. شو اخبارك؟ زين. اخبارك طيب. الله يسم كفي. هذا اكزاكت كوفي. اكزاكت كفي. كل جرام له قيمة. يلا الله يعطيك العافية. شنو بتشربنا الحين؟ قهوة؟ كورتادو. ايوه. تفهم حبيبي، ضبطنا ها؟ ان شاء الله. الله يعطيك العافية. مية. مشكور حبيبي، مشكور. صليت الفجر الحمد لله، ومحطة الصمان اللي برماح تجي ان شاء الله الى الرياض. باقي على الرياض يمكن ساعة. يعني الحمد لله ما حسيت لا نعاس ولا شيء، الامور طيبة الحمد لله. طبعا مكلم لي واحد في الرياض بشتري منه دبات، راح تشوفون الدبات ان شاء الله اللي باخذها منه. وصدق اني سهرتها يعني صراحة، نعتذر منك يا اخونا الغالي. قلت له ابي الدبات الحين ضروري. قال لي ليش؟ روح نام ارتاح. قلت له لا، انا لي مقصد الدبات ضروري
ابي استلمها اليوم منك الحين، يعني بعد ساعة انا واصل لك بستلم الدبات وانت روح نام ارتاح. انا بخلص شغلي عشان اريح انام من اقعد شيء جاهز. هذا يرماح الحين على اليمين، هذا الشارع يوديك للرياض، ينزلك على الرياض يدخلك الرياض. صبحكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. حاليا وصلت الرياض الساعة 7:30 صباحا. هذا الجراج اللي بشتغل عنده. خل اوريكم شنو شريت. الجو بالخط وانا جاي بارد، بس من دشيت الرياض صار دافي. شوفوا الربع شنو شريت دبات روش 2 اصليين براغي مو لحيم، ويا تبات ملوتهم اصلي تمام. طبعا التبات ما راح استخدمهم، ليش؟ لان عندي هني تبين هذا تب وتب. طبعا والليت هذا ليتات الموستنج قديمة، كلمني عنهم واحد يبيهم، قال ناصر لا تدش الرياض الا وهي وياك. قلت تايوان مو اصلي، قال لي عادي يبيهم تتخش. طبعا قال لي يحتاج اللي على اليسار ما يحتاج اللي على اليمين، بس قال ابيهم 2. قلت اوكي خش توكل. عموما حاليا ناطرين ابو حسن يبطل الجراج، وللحين ما وصل، قال لي 10 دقائق بوصل لك. طبعا هنا شعبيات الريف، ناخذ لنا سندويش نطيطق فيها شوي على ما يوصل ابو حسن، لان الجوع 1000 صراحه. حاليا الرابع وصلت الفندق مشكور، شكرا بابا. قطيت السيارة الرابع بالجراج، يركب لي الدبات ويضبط الامور. واللي بيأخرني بس اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي بيأخرني الرابع اللي هي دبات الروش. لما يركبها لازم يحط بوابات اللي هي الكتاوت، قلت له لازم تضبط لي اياها. قال خلاص راح اضبطها لك 100% وان شاء الله تضبط الامور. قلت له الله يعطيك العافيه. احنا وين غرفتنا؟ انا نسيت اسالك. قال لي 215 الظاهر. طبعا الفندق الرابع عادي، مو 205 او 215 والله ما ادري. خلينا نشوف يكون بس. ايوه يكون في احد. بسم الله يا حلو البراد. لو اوريكم الفندق. وين جنطتي؟ انا قايل له يحطها فوق. ايه هذه. طبعا بالرياض الحين في اجازه للمدارس بشكل عام، ف اسولف معاكم قطع اراضي واسولف معاكم. المهم مثل ما قلت لكم يا الربع، اجازه عندهم الحين لمده 10 ايام ابتداء من باكر من الاحد. والحين بريح بنام ان شاء الله، لما اصحى اكمل وياكم. تصبحون على خير.